بنات بقى تقعد تقول ايه؟ نشرب ميه مش هناكل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي مش هناكل. هزارنا وشوقنا ايه اللي عم الدبانه بس تعدي. كل سنه وانت بخير وسعاده، كل سنه وانت رشيقه وسعيده، كل سنه وانت متدينه ومثقفه ومتعلمه، كل سنه وانت مبسوطه وفرحانه، كل سنه وكل رمضان وكل ام وست وبنت بخير وسعاده يا رب العالمين. مساء الخير متابعين، واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. معاكم سما الشربيني. فيديو النهارده هتكلم عن رجيم السوائل او بين قوسين رجيم الماء. ده كان عنوان فيديو ليا اول ما عملت فيديوهات على اليوتيوب، والحمد لله بفضل الله ثم دعمكم ليا الفيديو حقق 2 مليون مشاهده، واتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو وتطبقوه لانه بجد فرق مع ناس كتير جدا. لكن النهارده مش هيختلف كليا عنه، ولكن بما اننا في رمضان فهنحاول ان احنا ندي قيم غذائيه اكتر علشان هنكون صايمين فتره طويله جدا جدا. فيديو النهارده عن رجيم السوائل. رجيم السوائل من احسن الانظمه اللي ممكن تتبعيها لمده يوم في الاسبوع، لكن الناس اللي بتعملها اكتر من يوم واثنين وثلاثة وعشرة دولت ناس هيخسوا في الوزن جامد جدا، لكن هيخسوا عضلات بشكل رهيب جدا، هيتعبهم وهيجيلهم السكر والضغط وحاجات كتير، والانيميا عندهم هتتدمر. فانصحك نصيحة مني ليكي ان رجيم الماء او بمعنى اصح رجيم السوائل مرة واحدة في الاسبوع او كل 10 ايام فقط لا غير. فيديو النهاردة هقدم فيه 4 مشروبات، كل مشروب بينه وبين التاني 3 ساعات. طبعا في بعض الدول بتختلف عدد الساعات ما بين الفطور والسحور، وده هنحسبه مع بعض. احنا كدولة مصرية هنفطر مثلا الساعة 6 وشوية، والفجر او السحور هيبقى الساعة 4 الا حاجة، يعني فرق الساعات حوالي 14 ساعة. فالمشروبات دي هم 4 مشروبات هنقسمهم على 4 مرات، يعني وليكن كل 3 ساعات او 3 ساعات ونص هناخد مشروب من دول. بعض الدول الاخرى بين الفطور والسحور وقت قليل برضو يقسموه على 4، حتى لو بعد ساعة تقدري تاخدي نوع السوائل. الرجيم ده مفهوش اي تقيد باي حاجة. في فرق بين عدد الساعات، لو طويلة ساعتين او 3 حسيت بجوع هديكي البدايل ليه، وكمان هعمله معاكي في المطبخ. لو تحبي ان انت تشوفي بعد ما بنهي الحلقه واقدم لك الكواليس والهزار بتاع الحلقه تشوفيني بطبقه ازاي، انا بقدم اي حاجه في اخر الحلقه، فشوفوا الفيديوهات بتاعتي للاخر. فيديو النهارده ممنوع فيه القهوه بكل اشكالها بقى، قهوه جباره بورتبروف، قهوه عاديه سمراء، ايا كان نوع الحاجه اللي بقولك عليها دي، علشان انا عايزه اديك قيم فيتامينات تتغذي فيها اثناء فتره الفطور، علشان انا مش عايزه ادخل اي حاجه فيها مواد مثلا تكسر نوع حديد معين او الى خلافه، لان بيجي لي اسئله ليه بتمنعي القهوه، ليه بتضيفي القهوه، وهكذا. ففيديو النهارده ما فيهوش اي مشروبات فيها كافيين زي الشاي الاخضر وزي القهوه. فيديو النهارده هيبقى بالترتيب، يعني هقولك المشروب الاولاني هيبقى رقم 1 يبقى رقم 1، المشروب التاني رقم 2 يبقى رقم 2، بالترتيب، لان كل حاجه ليها هدف معين انا عايزاه. اول مشروب معانا لما المغرب يدن هنشرب نص لتر من الميه، حوالي 2.5 كوبايات، وهنجري هوبا نصلي المغرب. بعد ما نصلي المغرب هنحضر اول مشروب معانا، وهو عباره عن شرائح من الجنزبيل الطازه الفريش، معاهم معلقه من الكركم المطحون او الفريش، معاهم نص ليمونه او فيتامين سي، معاهم كوبايه ميه. هتضربي كل المكونات دي في الخلاط وهتقدمي اول مشروب. تاني مشروب معانا ورق من السبانخ مع ورق من النعناع الاخضر مع معلقه من زبده فول السوداني مع معلقه خل تفاح، عليهم كوبايه ميه، وهتضربيهم في الخلاط هوب هوب هوب، وهتقدمي المشروب التاني. المشروب التالت هيبقى عباره عن 5 حبايات من الفراوله المتفرزه، معاهم 10 حبايات من الزبيب او التوت، معاهم كوب من اللبن الصويا او لبن اللوز، ممنوع اي لبن حيواني، ورشه فانيليا لو تحبوا تغيروا ريحه الفول الصويا، لبن فول الصويا يعني. رابع مشروب معانا وده هيبقى مشروب السحور. الناس اللي هتقول ايه ده احنا مش هنتسحر ومش هناكل في اليوم ده، هو اليوم ده كما كان، لان انا طبقته عليا بالظبط. المشروب ده يبقى عباره عن موزه مجمده متفرزه في الفريزر، معاها معلقه من زبده فول السوداني او معلقه من زبده اللوز لو متاح، عليهم كوبايه لبن صويا
او كوبايه لبن جوز هند، او كوبايه لبن لوز، طبعا كله يبقى خالي الدسم. معاهم معلقه كاكاو، ويكون الكاكاو خام. ولو عايزه تحلي بسكر حلي سكر دايت، ممنوع العسل فيه خالص. انا ما بحط السكر لان بكتفي بحلاوه زبده الفول السوداني مع الموز، بيدوا جوسي كده وطعم حلو. دولت الاربع مشروبات اللي انتي هتقدري تعمليهم في خلال اليوم ده. هنصبر، هنحتسب، هنضيع وقتنا في قراءة القرآن، في ان احنا نعمل تمرينات معينة بنحبها، ان احنا نقرأ حاجة احنا بنحبها، ان احنا نتثقف، نقوم نفسر اي آية من القرآن نسلي نفسنا فيها. طب احنا بنجوع لان احنا قاعدين نشرب مشروبات. طبعا بين كل مشروب مية، دوسي بقى مية رتل 2 3 10، اشربي مية على قد ما تقدري. طب احنا جعانين عايزين حاجة تسد معدتنا، عايزين حاجة دافية، ممكن تشربي مشروبات عشبية زي الجنزبيل سخن، زي القرفة سخنة، زي اليانسون او التشمر او الزعتر او ايا كان، مشروبات عشبية سخنة دافية خالص تاخديها. لكن ممنوع اكل خيارة، ممنوع اكل جزرايه، ممنوع اكل خصايه. يعني شوفوا بقى يعني الابعد الحدود ايه. ولما اقول ممنوع ببقى عارفه ممنوع ليه. انا هعمل الفيديو ده معاكم في المطبخ، لو تحبوا تشوفوا العصائر اللي انا بقدمها وبشربها كملوا الفيديو للاخر وشوفوا انا بعمل ايه والتكات اللي بضيفها وانا بعمل العصائر. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب القناه، فعلوا الجرس عشان اشعارات الفيديو توصل لك على طول. بجد شكرا لكل واحده بتدعمني باللايك والشير، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. لا اله الا الله محمد رسول الله. زي شاي، اي حاجه فيها نسبه كافيين بسيطه ممنوعه. طبعا الشوكولاته والحاجات دي ممنوعه، لكن في مشروب من المشروبات هقدم لك فيه كاكاو، وده هناخده على السحور ان شاء الله. الدبانه قاعده تجري، دبانه مبسوطه بالنور بقى فقاعده تجري. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في الدبانه دي؟ اعمل ايه؟ مشروباتنا هتبقى بالترتيب، ما فيهاش بدائل يعني. روح يا رمضان. فيديو النهارده ما يختلفش كليا عن الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده، بخلاف التطبيق.
تطبيقات ايه؟ ان انا اطبق الحاجه. طيب دبانه بتلف. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب كمان.